السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم يا حبايبنا في مطبخ رودي يا زمة مراكبية. مطبخ رودي يا زمة مراكبية بيحييكم وبيتمنى لكم كل سعادة وكل خير. ويجعل أيامكم في السنة الجديدة خير وسعادة يا رب. أتمنى كمان إن فيديوهاتي اللي أنا بقدمها تكون نالت رضاكم وإعجابكم، وأبقى عند حسن ظنكم يا رب. وأتمنى إن انتوا تدعموني بالاشتراكات واللايكات والتعليقات كمان. ويا رب يا رب تكون سنة سعيدة علينا. السنة ان شاء الله لسه فاضل لها كام يوم وتهل علينا. النهاردة الدنيا ساقعة زي ما انتم شايفين كده. احسن اكلة في الشتاء بتاعنا ده العدس. العدس لما يكون سخن كده وجميل. فالنهارده هنعمل اكلة عدس حلوة قوي هتستاهل بقكم. هو العدس ما فيهوش اي افتكاسة ولا اي حاجة، كلنا نعرف نعمله، بس ازاي نعرف نطعمه، وهو ده اللي انا هقدمه لكم النهارده، ان انت تطعميه ازاي وتحطي له ايه بالظبط. هنبتدي نقول المقادير بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، دايما نسمي بالله. معانا هنا ربع كيلو من العدس المتنقي المغسول زي ما حضراتكم شايفين. معانا كمان جزرتين صغيرين. معانا بطاطسايه كبيره. معانا حوالي 4 قطيات متقطعين اي تقطيعه. معانا كمان بصلايه برضو متقطعه اي تقطيعه. معانا حوالي 5-6 فصوص من الثوم. دي كل محتوياتنا اللي احنا هنعمل بيها العدس، ونشوف هنعمله ازاي ونطعمه ازاي. طبعا في ناس ما بتحطش بطاطس ولا جزر، في ناس بتحط قوطه بس، في ناس بتعمله مسلوق، في ناس بتعمله غير كده خالص. فالنهارده كل المحتويات اللي احنا قدمناها دي هتطعم لنا العدس، ولما نيجي نعمله هنحط له التوابل طبعا برضو هنطعمه اكتر واكتر. فيلا بينا على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. في الاول هنجيب حله زي ما حضراتكم شايفين كده، هنحط فيها العدس بتاعنا. هنحط البطاطس، هنحط الجزر، هنحط البصل بتاعنا، هنحط الثوم. طبعا العدس بتاعنا مغسول بس هنزوده شويه ميه كمان، وهنحط القوطه بتاعتنا. وما نبخلش في القوطه، يعني يبقوا قطيتين 3 4 كده، 4 قطيات كبار كده حلوين. هنزود ميه وهنحط على البوتاجاز. يلا معايا على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. زي ما شايفين حضراتكم رفعنا الحله على البوتاجاز. عايزينه سلق جيد، يعني بحيث انه يحس انه خلاص دخل يتهرى كده. كل المكونات بتاعتنا دي اللي احنا حطيناها تكون مهريه. ما بنحطش اي توابل ولا اي ملح دلوقتي، بنسيبه براحته خالص لغايه ما يتهري. وبعد كده نشوف هنعمل ايه في احلى شويه عدس هتعملوهم ان شاء الله من مطبخ رودي عزومه مراكبيه. زي ما انتم شايفين كده يا بناتنا، خلاص العدس اتسلق وسبته يبرد شويه، وبعدين حطيته كده في الخلاط زي ما انتم شايفين. هنقفل بقى الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي ان احنا نخلطه كويس قوي، وبعد كده هنحطه في البوله دي. حطيت نص الكميه ولسه نص الكميه التانيه. زي ما انتم شايفين يا بناتنا، خلاص خلصنا ضرب العدس بتاعنا. شكله جميل جدا وريحته جميله. هنبتدي نعمل ايه بقى. احنا مش هنقلي ولا بصل ولا توم علشان مش عايزينه يبقى حامي علينا. احنا كل اللي هنعمله هنعمل ايه، هنروح نحمر الشعريه كده معانا. يلا معايا على البوتاجاز نحمر الشعريه. زي ما انتم شايفين يا بناتنا، بعد ما ضربنا العدس في الخلاط، حطينا كده حله وفيها معلقه سمنه. يا سلام لو معلقه سمنه بلدي تطلع لك احلى شويه عدس. معانا هنا كوبايه من الشعريه هنحمرها. نحمرها تحمير كويس، تكون احمر كده غامق شويه.
عشان طبعا ما تفتحش قوي في العدس. ما بنحطش بقى تاني توم ولا بصل عشان ما يحرقش على قلبنا. يا دوبك كله بيبقى ناي بيبقى اطعم واحلى. زي ما شايفين كده حضراتكم، طشينا العدس كده على الشعرية. هنبتدي بقى نملح، وهنحط معلقة كمون كبيرة. يعني هنملح لغاية ما يبقى ملحها كويس. انا زودت شوية مية، لازم نزود شوية مية على العدس عشان الشعرية تستوي. لو ما زودناش شوية مية على العدس الشعرية مش هتستوي، هتاخد وقت يعني. لازم نحط شوية سوائل كده على العدس. هنعمل ايه؟ هنملح زي ما قلت لكم، ومعلقة كمون كبيرة، ومعلقة فلفل اسمر صغيرة. نطعم بقى العدس بتاعنا كده ونديله طعم. زي ما قلت لكم هنبتدي نحط الملح بتاعنا، وهنحط كمان الفلفل الاسمر. هنقلب وندوق، وهنحط معلقة كمون كبيرة. زي ما شايفين حضراتكم حطينا معلقة كده كمون كبيرة زي ما قلت لكم، وحطينا معلقة صغيرة فلفل اسمر، وحدقنا العدس بتاعنا. هنسيبه بقى يستوي كده براحته. يستوي يعمل ايه اما الشعرية بتاعتنا دي تستوي، وبعد كده نشوف هنعمل فيه ايه ان شاء الله. نقدم لكم احلى عدس. زي ما انتوا شايفين كده يا بناتنا، العدس بتاعنا خلاص خلص. ريحته تجنن، ريحته جميلة. جنبه بصلتين، جنبه طبق مخلل، ويبقى احلى غدا في الدنيا. زي ما انتوا شايفين كده منتهى الجمال، سخن يدفينا كده في الشتاء. ودي النهاردة كانت اكلتنا اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن العدس الجميل دون. يا رب يعجبكم وينور رضاكم. مع تحياتي، مع تحيات مطبخ رودي عزومة مراكبية. وشكرا ليكم. ما تنسونيش بقى في الاشتراكات واللايكات والتعليقات طبعا. وده النهارده كانت اكلتنا. مع تحياتي، مع تحيات مطبخ رودي عزومة مراكبية. شكرا ليكم.